اعتداءات على أطر شركة الماء بفاس مكناس تشعل غضب النقابات، بقلم الأستاذة فتح شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. أثارت سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت مسؤولين بشركة توزيع الماء الصالح للشرب بجهة فاس مكناس موجة استنكار واسعة داخل الأوساط النقابية، بعدما تعرض عدد من الأطر الإدارية لاعتداءات وتهديدات أثناء أدائهم لمهامهم المهنية في كل من إقليم تونات وإقليم تازا. وقد أعادت هذه الوقائع إلى الواجهة النقاش حول سلامة الموظفين وضرورة توفير الحماية اللازمة للشغيلة داخل المرافق العمومية، خصوصا في القطاعات الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين. وأعرب المكتب الجهوي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن غضبه الشديد مما وصفه بعمليات الترهيب النفسي والجسدي التي استهدفت مسؤولين يشرفون على مراكز حيوية لتوزيع الماء الصالح للشرب. واعتبرت النقابة أن هذه الاعتداءات تمثل مساسا خطيرا بكرامة المستخدمين وتعديا على حرمة المؤسسات العمومية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، مؤكدة أن استمرار مثل هذه السلوكيات من شأنه أن يخلق مناخا من التوتر داخل المرافق العمومية ويؤثر على أداء الموظفين وقدرتهم على القيام بواجباتهم في ظروف طبيعية. وتعود أولى هذه الحوادث إلى تعرض رئيس مركز عين مديونة بإقليم تونات لاعتداء داخل مكتبه أثناء مزاولة عمله، وهو الاعتداء الذي خلف إصابات استدعت منحه شهادة عجز مؤقت عن العمل لمدة 20 يوما. وقد أثار هذا الحادث صدمة داخل صفوف العاملين في القطاع، خاصة أنه وقع داخل فضاء إداري يفترض أن يتمتع فيه الموظفون بالحماية والاحترام اللازمين. ولم تمضي فترة طويلة حتى سجل حادث آخر بإقليم تازا، حيث تلقت رئيسة مركز أكنول تهديدات هاتفية وصفت بالخطيرة يشتبه في صدورها عن رئيس جماعة محلية. وقد زاد هذا التطور من حدة القلق في صفوف الأطر العاملة بالشركة، التي اعتبرت أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس هشاشة إجراءات الحماية المتوفرة للموظفين أثناء أدائهم لمهامهم المهنية. وفي هذا السياق طالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس مكناس بالخروج عن صمتها والتدخل العاجل لدعم الأطر المتضررة، سواء من خلال توفير المواكبة القانونية أو تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم. كما دعت النقابة إلى فتح تحقيق جدي في ملابسات هذه الاعتداءات وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال. وشددت النقابة كذلك على ضرورة اتخاذ تدابير عملية لحماية الموظفين داخل مقرات العمل، من بينها تعزيز الحراسة بالمراكز الحساسة وتوفير وسائل تواصل وتبليغ سريعة في حال وقوع أي تهديد أو اعتداء. كما دعت إلى التنسيق مع السلطات المحلية والأمنية من أجل ضمان بيئة عمل آمنة تحمي الموظفين وتضمن لهم أداء مهامهم دون خوف أو ضغوط. وأكدت الهيئة النقابية أن استمرار مثل هذه الاعتداءات لا يمس فقط بسلامة العاملين، بل يهدد أيضا استقرار العمل داخل المرافق الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، وعلى رأسها توزيع الماء الصالح للشرب. فالتوتر داخل هذه المؤسسات قد ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة ويؤثر على العمل العادي للمرفق العمومي. وفي ختام موقفها حذرت النقابة من أن تجاهل هذه الحوادث أو التعامل معها بقدر من التساهل قد يشجع على تكرارها مستقبلا، مؤكدة أن حماية الشغيلة وضمان كرامتها المهنية يجب أن تكون أولوية لدى الإدارات والسلطات المعنية. كما لوحت بإمكانية اللجوء إلى خطوات نضالية تصعيدية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات وتحافظ على هيبة المرفق العام داخل مختلف أقاليم الجهة.